يا هلا مرحبا فيكم. ودي اقول لكم سالفه انا دائما اثير المشاهد الاجتماعيه واللي قاعد تصير من احداث عامه في العالم كله. البحرين الفنان هاني شاكر وهو في مجموعته الفرقه الموسيقيه مسوين حفل فندق الخليج في مملكه البحرين، عسى الله يحفظ شعب البحرين. ايام العيد كل الناس حفلات وفرق والناس مستانسه وتدفع العالم تذاكر، هذا لعبتهم. فشنو صار يا جماعه؟ عسى الله يوفق فرقه هاني شاكر ومجموعته. المتعهد الحفلات الاخ عبد السلام، تعرفون عبد السلام بعد، من الجنسيه المصريه، من ربحهم. نسق مع الفندق ونسق مع الفرقه، جاب الفرقه اخذ التذاكر، عنده فلوس التذاكر وفلوس الفندق والحجوزات وضبط شغل قبل بنفس يوم الحفل. طال عمركم اخذ الفلوس والحاش وين ما يدرون. فصارت ضجه والعالم يبغون فلوس تذاكرهم وشلون تردون. قاعده وناطره القناع، وطلع الفنان العملاق الشريف المحترم هاني شاكر قالها، وهذا الصوت قدامكم، قالها للعامة كلها. قال عندنا ظرف ما نقدر نكمل، هذا نحاش بالفلوس، حتى فلوس تذاكر العالم نحاش فيها، نحاش بفلوس الفرقة، بأجر هاني، بحسابات الفندق كله نحاش منهم، ما ادري وين اختفى، قاعد يدورونه. فقرر هاني شاكر ان يعتذر لهم، ولكن ما تصير مشاكل اكبر منه. قال ما همتني الفلوس، الاجري وهو وجودكم. فكمل الحفل والحمد لله كسب الموضوع وقطع الموضوع. ولكن للاسف عبد السلام سويت فيهم يا عبد السلام، لعبت فيهم لعب. هذا متعهد الحفلات، والله يعني وايد متعهد الحفلات عمره ما سمعنا انه اختلف، ولكن هذا اكتشاف جديد سنه 2023. هج بفلوس العالم، باقي فلوس العالم كلها، التذاكر وما التذاكر واجرتهم والفرقه الموسيقيه، وهاني شاكر ونحاش وين